لا احنا بنهتم بالاكل في رمضان، بالرغم ان احنا بناكل في الايام العاديه طبعا، ولكن اكله رمضان بيبقى لها طعم تاني، بتحضريها بطريقه تانية، بتحضرها بحب وبمحبه وبذكر وباستغفار وبدعاء وكل حاجه. يعني بيبقى قلبك حاضر وايديك وعينيك ودماغك وكل الحاجات دي بتبقى. صباح الخير عليكم، صباح الفل وصباح الورد وصباح اول يوم رمضان. النهارده اول خلاص بقى اول يوم رمضان عدى بقى الليله اول اول ليله يعني. وعدى السحور وعدى ونمنا وقمنا خلاص بقينا النهارده ايه، اول يوم رمضان. فقلت ابتدي معاكم يوم كده من اوله. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعيدوا علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه يا رب بالخير والسعاده والفرح وكل حاجه حلوه. فقلت ابتدي بقى معاكم كده من الصبح. الوقت حوالي الساعه 11:30 او 12. فيا دوب كده صحينا وقلت بقى ادخل المطبخ اشوف فيه. طبعا من بعد السحور انا ما كنتش يعني بتسحرنا، ورحت جايبه الصينيه وحطها كده وصلينا الفجر ونمنا. ما عملتش بقى، ما غسلتش بقى الاطباق بتاعه السحور دي ولا اي حاجه. فزي ما انتم شايفين اصلا المطبخ على وضعه من بالليل. فهنقضي النهارده ان شاء الله معاكم وهتشوفوا يومنا عامل ازاي في رمضان. يومنا عامل ازاي بقى في رمضان، واول يوم كمان واول يوم صيام. ف خليكم بقى معانا وهنشوف هنعمل ايه مع بعض وهنتغدى ايه. غدا حلو خالص ولا نتغدى لسه على قديم. هنفطر ايه، هحضر فطار ايه كده ان شاء الله مع بعض. وكل سنه وانتم طيبين وبخير، ورمضان كريم عليكم يا رب. طبعا كل ستات البيوت دلوقتي كل واحده يا دوب بتقوم بتفكر في مطبخها، هتدخل يعني هتعمل ايه وهتجهز الفطار ازاي وكل الحاجات دي. طبعا احنا بنقعد نقول رمضان مش شهر الاكل ومش مهم الاكل في رمضان، المهم العباده وكل الحاجات دي. وده فعلا حقيقه هو شهر العباده يعني، قبل اي حاجه شهر العباده. ولكن موضوع الاكل ده واحنا بنهتم شويه بالاكل ويعني ايه بنهتم يعني الايام العاديه ده اي حد كده، حتى من واحنا صغيرين نشأنا النشأه دي يعني تربينا ان اهالينا كانوا بيهتموا بكل حاجه في رمضان. لا احنا بنهتم بالاكل في رمضان، بالرغم ان احنا بناكل في الايام العاديه طبعا، ولكن اكله رمضان بيبقى لها طعم تاني، بتحضريها بطريقه تانيه، بتحضرها بحب وبمحبه وبذكر وباستغفار وبدعاء وكل حاجه. يعني بيبقى قلبك حاضر وايديك وعينيك ودماغك وكل الحاجات دي بتبقى حاضره معانا. فكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعيدوا علينا وعليكم يا رب العالمين بالخير والسعاده. وهنكمل مع بعض اليوم وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. فبعد بقى ما قشرنا البصل قطعته هو قطع، يعني ما هوش مبشور، لا هو مقطع قطع. لان أنا زي ما قلت لكم انا هحشي السمان بصل. ولما بحشيه رز بحس ان هو السمان مش زي الحمام، يعني ما بيستحملش كده زي الحمام ولا بياخد سوى الحمام. فعشان كده انا بحشي السمان بصل. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت ال- البهارات، حطيت اللي هي السبع بهارات، وحطيت معلقه كمون ومعلقه كزبره ومعلقه شطه. وهبدا بقى ادعك والملح طبعا بظبط الملح. وهبدا ادعك المرته دي دعكه كويسه قوي. وبعد بقى ما ادعكها هجيب بقى السمان وهبدأ احشيه. زي ما انتوا شايفين كده. اولا البصل مش بيزيد زي الرز، يعني احشي براحتك وما تقلقيش مثلا ان هو هيخرج بره الحاش بره السمانية ولا حاجة. ف وكمان انا بحاول ان انا ادخل البصل في الزور. بحاول بقى زي ما قلت لكم الزور ان انا ايه بحشيه كده زي بتاع الحمامه بنبقى حاشينه الزور بتاعها رز او فريك، فتبقى عاتيه كوبري للحماميه. لكن السمان انا بحشي برضو الزور، يعني بحاول ازق فيه حبه بصل كده مرتة ومش كتير، لان زي ما قلت لكم ان ما بزحمش الحشو قوي. وهروح بقى مكتفاها. عايزه تدخلي مثلا تحشي بقى كده البصل، زي ما قلت لكم هي حشوه سهله ما تقلقيش خالص، لا بتستوي وبتبقى زي الفل. هروح بقى مكتفاها وهعمل الكميه اللي عندي، وهبقى غليت ميه لان السمان بسقطه زي الحمام كده في ميه مغليه.
وعشان تقفل على طول على الزور. وبعد كده احط التوابل بقى، احط مستكه وحبهان وورق لوري وقرفه خشب. حط بقى التوابل اللي انت بتحبيها يعني. عايزه تحطي طماطميه تقطعها حطيها، عايزه تحطي فلفل تحطي، المهم نكيه الشوربه بالطريقه اللي انت بتحبيها. وبعد كده هنبدأ نعمل برضو صينية بطاطس. انا صينية البطاطس بتاعتي دي انا عاملاها كده كلها ني في ني، زي ما انتوا شايفين. قطعت البطاطس شرايح حلقات يعني، وقطعت الفلفل وقطعت البصل. وبعمل برضو عصير طماطم كمية مناسبة لكمية البطاطس اللي انا عاملاها. عصير فريش يعني، ما فيش صلصة ولا حاجة، لان احنا في صيام، فانا مش عايزة الاكل بتاعنا يكون تقيل ولا حاجة عشان المعدة. فانا بحط كل حاجة ني في ني، وبعدين بحطها تاخد غلوتين على البوتاجاز، وبعدين بدخلها الفرن. واحط برضو معلقه توم مهروس لازم. وكمان بحط البصله بقطعها وبحطها. وبحط برضو التوابل بتاعتي زي ما تحبي. انا بحط برضو السبع بهارات وكزبره ناشفه وشط. وبعد ده كله بقى هتروح مقلباه تقليبه حلوه قوي كده. هقلبها كويس قوي علشان التوابل وتبقى كلها تاخد نفس الطعم، ما يبقاش مثلا حته فيها مملحه او حته مظبوطه وحته لا. وبعدين هروح وكمان عشان التوم، لان انا التوم بتاعي مهروس ومتفرز، فعشان يدوب والصينيه يعني ايه، يبقى كلها واخده نفس الطعم. وبعد كده هروح واخداها حطها على النار زي ما قلت لكم، هتاخد غلوتين كده، وبعدين هدخلها الفرن. دلوقتي بقى هنعمل الرز المكرمل. بجيب معلقتين، بجيب حلة وبحطها على النار، وبجيب معلقتين سكر، وبحطهم لحد ما يتكرملوا. اول ما يتكرملوا ما سيبهمش طبعا لحد ما يتحرقوا، لان لو اتحرقوا هيدوا مرارة. فلا، يتكرمل يبقى لونه لون الكراميل الحلو ده. وبكون مقطعه بصلايه صغيره جدا اهو، شوفوا لونه عامل ازاي، بصلايه صغيره خالص. وبعدين بروح مقطعاها وحطها فين في الكراميل، وبروح اعطيها تقليبه، وبعدين بروح نازله بالرز. وبعدين بحط التوابل، بحط معلقه كبيره من القرفه المطحونه. بحط التوابل السبع بهارات، وبحط معلقه شطه. وبحط بقى كميه الميه المناسبه لكميه الرز. وبعد كده هبدأ بقى اقلبه. اهم حاجة انك في المرحلة دي بعد ما تحط المية ايدك تكون في التقليب، لان بعد ما بننزل بالرز وكده بيبقى لسه في كراميل في ارضية الحلة، وبيبقى لسه يعني ايه، بيبقى جامد كده، وعما يسخن بتلاقيه بسيح، عشان ما تلاقيش من تحت لون اغمق من اللي فوق وكده. لا، ايدك تبقى فيه على طول إيه لحد ما المية تنشف خالص. وبعد كده زي ما قلت لك، اهم حاجه الخطوه دي انك انت تقلبي الرز على طول لحد ما الميه بتاعته تنشف، عشان نتاكد ان الرز كله يكون واخد نفس اللون. لان لو انت ما قلبتهوش مثلا واعتمدت ان هو ينشف كده مع نفسه، هتلاقي من تحت لون غامق ومن فوق اللون فاتح. فلا، لان زي ما قلت لك ان الكراميل ما بينزل عليه بقى الحاجه الساعه، وده كراميل اللي بتلاقيه جمد. فاما الميه تبدا تسخن وتغلي هتلاقيه بدا يفك خالص ويسيح. وتظبطي برضو الملح بتاعك، تحط ذرة ملح كده على الرز، وتسيبيه بقى مع نفسه. يعني انا الغدا بتاعي، الفطار بتاعي النهارده ده ما خدش مني وقت خالص، يعني ساعة ونص كنت مخلصة. ده بقى عصير دي برتقال متفرز عندي مع البنجر. وبرضو بعمله بالجزر، بس الكيس اللي طلعته ده برتقال. شايفين ادي اهو خلاص مدفع الافطار افطر. انا خلصت الفطار بتاعنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين، وصوما مقبولا وافطارا شهيا لكل الامه الاسلاميه يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين اهو، فين اهو. عاملين النهارده الفطار بتاعنا سمان ورز مكرمل وبطاطس، وطبعا السلطه والمخلل والعصير برتقال بالبنجر. ده كان الفطار بتاعنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله بفيديو